النهاردة هنحكي قصة بيسا العفريتة. كان عندنا من قيمة 5 سنين كده أو أكتر سوق صغير أو ناس بتقف تبيع حاجات، يعني قدام التراب المقابر، لأن التراب كانت في مساكن شعبية وكده. المهم كان في واحدة مجنونة اسمها بيسا كانت عايشة في التراب دي، بس كلهم كانوا فاكرينها عفريتة عشان كانت بتطلع تاخد اي حاجة من على اي عربية من غير ما حد يفتح بقه، وكأنها مش شايفة اصلا. في يوم دخل بياع جديد السوق، وجات بيسا دي تاخد حاجة من على عربيته، شخط فيها وقال لها